السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. رمضان مبارك عليكم يا رب. رمضان مبارك عليكم. امين يا رب. احنا النهارده عامل رايحين نشتري اكل رمضان. رايحين نجيب اكل الشهر كده نازلين من السوق. هو مش الشهر كله يعني. طبعا زي ما انتم عارفين الاسعار يعني مش زي السنه اللي فاتت وكده. وبرضه زي ما انتم عارفين احنا طبعا بيبقى صعب نصور السوق، بس ولا من البيت قالت لي انا احاول اصور بالموبايل عشان يعني كده يعني. فهي يتكلم. هي قالت لو انا عرفت هصور. اصل الناس هيقعدوا يتكلموا يقولوا بيصورونا ورمضان. سنة وانتم طيبين. طب تعالى جنبي يا عم اطلع على رجلك. وطبعا احنا كنا المفروض ننزل كل اسبوع. وهنقول لكم طبعا احنا ليه ما نزلناش، يعني غبنا اكتر من اسبوع. هنقول لكم اللي حصل لنا ايه. سنة وانتم طيبين. حصلنا بصراحه يعني اكبر سنة وانتم طيبين. وانت طيب. اكبر حادثتين بصراحه حصلت لنا ما حصلتناش خالص. شفت يا جماعه بيضربوا ازاي. بس هنقول لكم ان شاء الله احنا لما نطلع من السوق هنحكي لكم بقى ايه اللي حصل لنا في البيت، والفتره اللي غبنا منيها دي ايه اللي حصل. كان في زلزال. اما كده ان شاء الله هنيجي من السوق هنقول لكم ايه اللي حصل باذن الله. ماشي يا عمر؟ جالس غطة. جالك غطة؟ جاهزة ولا ندخل؟ يلا. تمام؟ جاهز. النهارده الجو حر شوية صح؟ ايوه. لا الغطة المعفنة دي. الشمس شديدة النهارده. الغطة اللي جات لي دي الغطة مقرفة صحيح. الحمد لله اخيرا خلصنا احنا من السوق ورجعنا. يعتبر برضه استنى يا عصور. الحاجات كانت مولعة نار، مع ان برغم ان السوق كان زحمة جدا بس الحاجات مولعة. ولا سألت على البامية لقيتها بكام؟ ب 100 جنيه. كان في زلزال عندنا. لقيت البامية ب 100 جنيه. والله ب 100 جنيه. الاسعار كلها مولعة نار، فكتر خير الناس والله. نقول لهم بقى ولا اللي حصل لنا في الوقت اللي احنا ما صورناش فيه. اول حاجه حصل لنا اللي هي النار اللي ولعت في البيت، ما احنا ما نزلناهوش ده، ما كملناهوش، هم ما يعرفوش اصلا. اول حاجه احنا اول مشكله حصلت لنا عندنا البيت، النار كانت هتولع عندنا في البيت. وربنا ستر. طبعا كلنا نزلنا في الشارع ولقينا الناس بيقولوا لنا من البلكونه انزلوا في نار وراكم، انزلوا واقفلوا الغاز. كان في بيت لازق، يعني لازق في ظهر بيتنا على طول، كان كريم مولع من جوه محدش شايفه، الناس شم ريحه زي شيء ريحه دخان بس مش شايفين فين المكان. فبصوا قالوا ما فيش حاجه، ما فيش، يعني عدى وقت كده لقينا الدخانه طالعه من البيت وعماله تاكل في اللي حواليه. يا عمر بص عملت. لا بص عليهم مش شايفينك عشان انت بعيد. بس فلقينا الناس من البلكونه بتزعق بيقولوا لنا انزلوا واقفلوا الغاز. بنبص كده في البلكونه لقينا دخان كتير داخل في البيت. ونزلنا عمر. اختي نزلت قلنا عمر ولا حاجه ينزل، نزلناه تحت عند الجيران والرجاله في الشارع طلعوا طبعا ساعدوني، نزلت انا في الاسانسير نزلنا لقينا الشارع كله قاعد برا. اتصلوا بالمطاف وكده يعني، والحمد لله لحقوها. وانا دخلت بيت غلط. فالحمد لله ربنا ستر ان النار دي ما وصلتش للغاز، لو وصلت للغاز كانت هتبقى. والبيت طبعا اللي تولع كل حاجة فيه بيجي فحم اسود. عشان العيال بيضربوا. العيال خلوا بيتنا فيه دخان عشان بيضربوا. بعديها حصل حاجتين غريبة بصراحة. ايه فكرين. احنا قاعدين كده في البيت، لقيت اختي جاية داخلة بتقول ايه ده؟ وانا قاعدة كده في صاروخ ضرب وانا قاعدة. جوه البيت. جوه الشقة ازاي مش عارفين. ضرب مش عارفين. واحنا شقتنا احنا بعديها بيومين داخل الحمام صح؟ سمعنا صوت المطبخ من جوه المطبخ، سمعنا صوت. طب نروح بلجوه. هي الصاروخ نزل من السقف. صح فعلا.
بقى واللي حصل الاخير ده يعني يعتبر لسه الخبر يعني ده طازه لسه من قبل التصوير بيوم. حسينا البيت بيتهز. استنى الصاروخ دخل من فوق سطح الحمام. بس الحمد لله يعني في الدخان يعني الناس في الشارع يعني جو نزلونا في الاسانسير ساعد والله جزاهم الله كل خير. الرجاله كلها طلعت ونزلت معانا ونزلنا الحمد لله ربنا ستار. اللي حصل كان امبارح ده لسه امبارح حصل لنا. هو كان في اسوان بس. في اسوان بس حصل. الزلزال قوي جدا والله. يعني اتخضينا بصراحه ولا لقيت النيش بيتحرك والكوبايات. انا الاول سمعت اكيد عربيه كانوا داخل في البيت. رحت لها بتقول ده زلزال يا عامر ولا ايه؟ انا بقول له زلزال وقمت من على السرير لقيته بيقول لي ايوه زلزال. كان في حد في الشارع بنساله بنقول له حسيته بزلزال بيقولوا لا. احنا قلنا احنا بس. فاتصلت بجيراننا وكده فبسال حد بقول له انت حسيت فيه هزه ولا زلزال؟ فبقول والله انا بقول قاعد انا اخويا حاسين الدولاب عندنا بيتهز بيقولوا لا ما فيش. حسينا حاجه غريبه. لما احنا دخلنا طبعا على الفيس وكنا نسال وبتاع في جيراننا بيقولوا حسينا فيه هزه. يعني كان برضه اتخضينا كلنا قلنا بس ده زلزال واحنا في الدور لا احنا الاول فكرنا بيقع. عارفين والله يعني دي تعتبر هزه يعني لما قرينا الخبر كانوا كاتبين 4 درجات ريختر. يا جماعه القطر جاي. فبصراحه الهزه دي ده احنا قلنا يا جماعه القطر جاي. طيب استنى يا عموره مش انا بقول لك اما اتكلم عشان بقول لهم القطر جاي. طيب فاحنا والله قلنا كتر خير الزلزال اللي حصل في تركيا وسوريا يعني الناس كان 7 درجات ريختر واحنا شوف كان جلاي وخوفنا هزه كده خفيفه وكلنا ننزل الشارع. كانت الساعه 2 بالليل والله. كنا تحس كده ايه ان في قطر ماشي تحت البيت. والله اكيد حاجه داخله في البيت. فمش عارفين ايه بقى مره حريقه ومره بعد كده الزلزال وصاروخ جوه البيت. فالحمد لله. لا الصاروخ اللي جوه البيت ده صوته كان والله العظيم صوته عالي قوي. ايه ده؟ ونبص طب ما فيش حد تحت الشارع بيضرب قلنا يمكن حد ضرب صاروخ ودخل جوه البيت. وفرضنا ان دخل هيدخل بس بنقول بس دخل ازاي؟ احنا لحد دلوقتي ما نعرفش. جوه البيت. الحمد لله وربنا يسترها وبنقول لكم حبينا برضه نهنئكم نقول لكم رمضان كريم وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. والعصر ده ممكن تدخل في الغاز بطنها يولع. الحمد لله يا عم ربنا سترها. ربنا يسترها على الجميع يا رب ويحفظ الجميع يحفظنا ويحفظكم يا رب ويجعل شهر رمضان شهر خير وبركه علينا وعليكم يا رب ويتقبل منا ومنكم الصيام. احنا مش عارفين ولا هم سامعيننا كويس ولا عشان احنا قاعدين في شارع وعربيات رايحه وورانا قطر برضه معدي فسامحونا لو انتوا الصوت كان واطي شويه فمعلش سامحونا يعني ده غصب عننا لان احنا في شارع. وبعد كده بقى نروح جبنا احنا شويه حاجات كده يعني على الاقل يعني تقضي معانا نشوف كده هتقضي معانا في رمضان كد كيف ونشوفوا ربنا يسهلها على الجميع يا رب وربنا يرزق الجميع لان بصراحه اللي يعني الاسعار غاليه جدا جدا فربنا يكون في عون الناس. حاضر احنا دلوقتي هنقفل يلا خلاص هنقفل اهو هنقفل عشان هنودي عمر عايز يروح الحمام ونشكر اي حد بيدعمنا في القناه ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.